أهلا وسهلا بكم في نشرة أخبار مصر، ونبدأ الأخبار بمسابقة شهر نوفمبر في مادة الدراسات الاجتماعية ومادة ICT برعاية الأستاذ كيرولس جورج. اليوم نعلن عن النتائج الرسمية لهذا الحدث المميز الذي أظهر فيه طلابنا مواهبهم الإبداعية ورؤيتهم المستقبلية. الخبر الرئيسي: بعد منافسة قوية وجهود متميزة من جميع المشاركين، يسعدنا أن نعلن عن الفائزين في مسابقة نوفمبر 2024 لشرح دروس في مادة الدراسات الاجتماعية ومادة ICT. وقد كانت معايير الفوز تعتمد على أعلى نسب مشاهدة، تعليقات ومشاركات. والآن يسعدنا أن نقدم لكم المعلم الذي كان وراء هذه المسابقة الملهمة، الأستاذ الذي دائما ما يشجع طلابه على الإبداع والتفوق، وصاحب فكرة مسابقة الذكاء الاصطناعي المميزة، الأستاذ كيرولس جورج. الكلمة الآن للأستاذ كيرولس. ازيكم عاملين ايه؟ انا مبسوط جدا بالمسابقة اللي كانت في شهر نوفمبر. مبسوط جدا باجتهاد كل الطلاب انهم عملوا اقصى ما عندهم عشان يطلعوا باحلى فيديو. بالنسبة لي انكم كلكم فايزين، انكم كلكم تعبتوا وعملتوا مجهود كبير عشان توصلوا لده. انا فخور بيكم جدا، وعايز اقول لكم ان انا بحبكم خالص، واتمنى لكم ان شاء الله انكم تفوزوا في مسابقات تانية كتير. عاوزكم كمان تستنوني ان في مسابقة تانية هنعملها، بس هتبقى بنظام تاني مختلف. المرة دي هتبقى مسابقة كلنا هنشارك فيها، مش مجموعة معينة. وإن شاء الله أشوفكم على خير. ونبدأ مع المركز الأول. تألق في المركز الأول حبيبة حمدي، التي بذلت جهدا كبيرا وحققت أعلى نسبة مشاهدة وصلت إلى 30,000 مشاهدة. كراس صليب الذي أبدع أيضا وحقق نسبة مشاهدة بلغت 17,000 مشاهدة. لقد أثبتا أن الإبداع والعمل الجاد يمكن أن يحدثا فرقا حقيقيا. أما المركز الثاني فقد حصل عليه رهف حازم، التي حققت نسبة مشاهدة بلغت 9,000 مشاهدة. يوسف عماد، الذي اقترب من المركز الأول بتحقيقه 12,000 مشاهدة. تهانينا الكبيرة لهم على هذا الإنجاز الرائع. أما المركز الثالث فقد حصل عليه سارة عبيد 2,000 مشاهدة. جنى محمد جابر وحققت نسبة مشاهدة 2,000 مشاهدة. رودينا أدهم وحققت نسبة مشاهدة 1,900,000 مشاهدة. جنى أحمد وحققت نسبة مشاهدة 1,800,000 مشاهدة. نور حسام وحققت نسبة مشاهدة 1,700,000 مشاهدة. جونير نبيل وحققت نسبة مشاهدة 1,400,000 مشاهدة. مكاريوس نبيل وحقق نسبة مشاهدة 1,300,000 مشاهدة. فاطمة علاء وحققت نسبة مشاهدة 1,000 مشاهدة. تهانينا لهم على هذا الأداء المميز. في النهاية نود أن نعبر عن شكرنا واعتزازنا بجميع الطلاب الذين شاركوا في هذه المسابقة. أنتم جميعا مصدر فخر وإلهام، وقد قدمتم أعمالا رائعة تستحق الإشادة. استمروا في الإبداع والتميز. كان معكم الأستاذ كيرولس جورج، راعي هذه المسابقة. إلى اللقاء في مسابقة جديدة وابتكارات جديدة.